بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبائي، أهلا بكم وحلقة جديدة ورؤية جديدة. رؤية المهدي يخطب النساء في سوريا ومصر ويتم رفضه ويهاجر إلى الصحراء فيلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم فتحدث معجزة كبيرة. أحبائي، قبل الدخول في تفاصيل الحلقة كالعادة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا لا أمرا. أحبائي، الرؤية لرجل صالح أرسلها لي خاص مع بعض الكلمات التي تخص الرؤية، وإن اعترضت عليها ولكن هي غير ذات أهمية. ندخل في مضمون الرؤية. أحبائي، هو يقول: أرى أنه في بلاد الشام وأنه يخطب النساء في كل الشام فلا أحد يزوجه لما بها من حروب ودمار وخراب، فلا يجد أحد أمامه يعطيه بنته، يقولون له: نحن في محن وكروب وأنت تريد الزواج. ومن شدة ما طلب ييأس من الشام فيذهب إلى مصر فيطلب نفس الطلب، فبينما هو يطلب ويسأل الناس تقوم حروب عجيبة أكثر مما هو في الشام، فيقول له الناس: أما تستحي؟ أما تخجل مما تطلب؟ نحن في حروب وكروب ومحن وأنت تريد أن تتزوج. وفجأة هرب المهدي إلى الحجاز في الصحراء وحده، لا أحد معه، وهو ينظر ويدور لا يجد أحد سوى صحراء مقفرة، كأنه تائه محتار مضطرب يستغيث بالله، ولكن لا يوجد أحد، هو وحده لا أحد. وفجأة ظهر له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويعجب من حال المهدي، فقال له: أعجزت أن تدخل الجمل بالقرآن ثم الخياط كما فعل أبو ذر؟ وفجأة رأيت المهدي عليه السلام قد أخذ بخطاب الجمل، لا أعلم من أين جاء، ويدخل هو والجمل بداخل ثم الإبرة ومن الصحراء، فإذا هو في بلاد الشام ينيخ جمله بإحدى تلالها. انتهت الرؤية. التفسير: أحبائي، أرى أنه في بلاد الشام وأنه يخطب النساء في كل الشام فلا أحد يزوجه لما بها من حروب ودمار وخراب، فلا يجد أحد يعطيه بنته، يقولون له: نحن في محن وكروب وأنت تريد الزواج. ومن شدة ما طلب ييأس من الزواج من الشام. أحبائي، الخطوبة أو الزواج هنا ليس بالزواج العادي أو بحث المهدي عن زوجة في الشام بالمفهوم العادي، ولكن هذا يدل على مشاكل مادية ومعنوية يعاني منها المهدي وتجعله يعيش في بؤس وإحباط. ورفض الخاطب أحبائي تعني أن هذا الشخص صاحب مكانة عالية وغير عادية وأنه شخص غير عادي. أيضا دلالة رفض زواج المهدي في الشام معناها أحبائي رفض ما يحدث في الحقيقة من مشاكل وحروب داخل سوريا أو مشاكل في داخل الشام. إنه يمقت من تسبب في تلك الحالة في سوريا من قتل وكرب وفقر، فهو يكره تلك الخلافات ويكره التدخل الأجنبي أيضا في سوريا. هذا يعني المعنى الباطني لرفض الزواج، هو رفض أمور في الحقيقة هو يكرهها، فيذهب إلى مصر فيطلب نفس الطلب، فبينما هو يطلب ويسأل الناس تقوم حروب أكثر مما هو في الشام، فيقول له الناس: أما تستحي؟ أما تخجل مما تطلب؟ نحن في حروب وكروب ومحن وأنت تريد أن تتزوج.
هنا أيضا نفس الدلالة والتفسير لما جاء في الشام، نفس الأثر بالنسبة لمصر. فمعناها أن هناك فتن قادمة في مصر صعبة، وأمراض تفتك بالشعب، ويعاني شعب مصر من ويلات الفتن والفقر والجوع، وهو يتأثر بذلك وبقلة الخدمات التي تساعد الناس على مواجهة البلاء. هو تحذير أيضا له فيضطر إلى الهجرة إلى الصحراء. باقي الرؤيا: وفجأة هرب المهدي إلى الحجاز في الصحراء وحده، لا أحد معه، وهو ينظر ويدور لا يجد أحد سوى صحراء مقفرة، كأنه تائه محتار مضطرب يستغيث بالله، ولكن لا يوجد أحد، هو وحده لا أحد. تفسير حلم الصحراء أحبائي يعني أن الرجل يريد أن يرتدي ثوب الملوك والمسؤولين ويرفض أي شيء معتاد، أو أنه يعيش كأي إنسان عادي. هناك أحبائي هناك ناس بطبعها غير عاديين، يكرهون الحياة، أن يعيشون بشكل عادي، ويؤمنون بأن لهم رسالة بارزة في الحياة. هو مثل هؤلاء ولكن بشكل أكبر بكثير. فهذا الحلم معناها سعي المهدي وراء كل شيء يجعل حال الأمة إلى الأفضل ويسحبها إلى مكان أرقى من حالتها الموجودة عليها، وانكسارها، وهو بشرى بقرب ظهور المهدي ووصوله إلى القيادة والسلطة. وركضه للصحراء معناها قرب الانتصار وزوال الهموم والمشاكل. وفجأة ظهر له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويعجب من حال المهدي، فقال له: أعجزت أن تدخل الجمل بالقرآن ثم الخياط كما فعل أبو ذر؟ رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم أحبائي رؤيا صادقة لا محالة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، ولا ينبغي للشيطان أن يتصور بصورتي. وبذلك تكون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا صادقة في كل الأحوال، وهذا ما ذهب إليه كبار مفسري الأحلام، أيضا كبار مفسري الأحاديث. رؤيا الرسل والأنبياء بصفة عامة في المنام أحبائي تدل على العزة والشرف والخير، وتدل على الظفر والنصر. ورؤيا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على الفوز بالآخرة وحسن الختام. ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا دلالة على جاه وعز المهدي، وقال له: أعجزت أن تدخل الجمل بالقرآن ثم الخياط كما فعل أبو ذر؟ الجمل أحبائي هو رمز للصبر والجهاد، وذكر دخول الجمل في سم الخياط في الآية الكريمة من سورة الأعراف رقم 40: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يعني تلك الآية فسرها الضحاك عن ابن عباس في حديث إن معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد به إلى السماء، قال: فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا يعني استحالة دخول المستكبرين بآيات الله إلى الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، أي ثقب الإبرة. ودلالة سورة الأعراف هنا أحبائي لها دلالة عظيمة جدا، ودلالتها هنا وذكر تلك الآية أن المهدي سوف يكون له معرفة واسعة من كل العلوم، والأهم من ذلك هو حصوله على العلم اللدني، العلم الذي أتى بعرش بلقيس في طرفة عين. فالمهدي سوف يحصل على معجزات وعلم خارق، وهذا ما أكدته دلالة وجود سورة الأعراف. وتأكد أيضا في الجزء الأخير من الرؤيا: وفجأة رأيت المهدي عليه السلام قد أخذ بخطاب جمل لا أعلم من أين جاء، ويدخل هو والجمل بداخل سم الإبرة،
ومن الصحراء إذا هو في بلاد الشام ينيخ جمله بإحدى تلالها. يقول الرائي: رأيته يمسك بجمل ولا أعرف من أين أتى به، ولم يكتفي بدخول الجمل من ثقب الإبرة، بل دخل معه، وفجأة رآه ينيخ الجمل في بلاد الشام. التحول لبلاد الشام فهو دلالة على تغيير المهدي وإصلاحه نحو الأفضل، أيضا التغيير الشامل للحياة من الظلم إلى العدل ومن الشر إلى الخير. أحبائي، الرؤية تبشر بالظهور بشكل كبير. الرؤية أيضا تظهر لنا العلم الذي سوف يكون مع المهدي، وخاصة العلم اللدني. انتهت الرؤية أحبائي وانتهى التفسير. أشكركم وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.